السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا انا بسلق البيض بمناسبة شم النسيم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. انا طبعا بحب اعصر فيه ليمونة عشان الزفارة، وهعمل بطاطس. اقولكم احنا هنعمل ايه النهاردة كده بمناسبة اليوم الجميل ده. طبعا قشرتها وغسلتها كويس، وهغسلها تاني بعد ما خرطت. دلوقتي يا حبايب قلبي انا عاملة صوابع. انا اسفة طبعا يا حبايب قلبي، والله كان المفروض ينزل في نفس اليوم، بس حصل ظروف ونزل لكم الفيديو ده متأخر. اهوت يا حبايبي، بعد طبعا غسلتها وحطيت عليها مية وحطيت عليها ملح. هنحمرها. اه يا حبيب قلبي، حمرتها طبعا وجبت كزبرة وبصل خرطته، وحطيت بهارات البطاطس. بس كان طعمها جميل، هي بطريقة حلوة كده. حبيت اغير من نوع من البطاطس اللي احنا بنعملها كل يوم، فحطيت عليها الحاجات دي يا حبايب قلبي. يا ريت تجربوها، مش هتندموا والله، طعمها حلو واتاكلت. اللهم صل على النبي على طول. اه دي الفطيرة يا حبايب قلبي اللي كنت عاملاها، بس انا طلع حلو والله. وادي الرنجة. يا ريت الاكل بتاعنا يا حبايب قلبي يعجبكم. فطير ورنجة. انا طبعا مسميها بحالها، واللي عايز ياخد بقى ويعمل براحته. ودي تونة انا عاملاها، بس طلعت حلوة. لو عايزين الوصفة بتاعتها اكتبولي في التعليقات وانا اعملها لكم. وبيض وبصل وبطاطس، ولا انا والشيف على قلبي اللي اكل. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي.